Estou muito tranquilo, muito feliz. أنا سعيد جدا وحياتي تسير بشكل هادئ رفقة عائلتي التي تأقلمت بسرعة. تجربتي في السعودية كانت جيدة وحان الوقت لبدء تجربة جديدة، واكتشفت هنا أجواء أخرى في الإمارات، وأتطلع لتشريف القميص الجديد بتحقيق الكؤوس والألقاب التي يطمع في تحقيقها نادي الجزيرة. يبحث عن مرمى المزيدي بالقدم اليسرى مباشرة. أنا فخور بتجربتي مع الهلال، حيث قضيت 3 مواسم شاركت فيها زملائي في الهلال الكثير من الأفراح، لكن طويت هذه الصفحة واليوم أعيش قصة جديدة اسمها نادي الجزيرة، وواجبي كلاعب محترف الإخلاص لفريق الجديد. لا، للأسف لم أشاهد مباراة الهلال بالأمس، ولكن سمعت بالنتيجة وعلمت بفوز الهلال بنتيجة 4-1، والنتيجة تعكس وجود مدرب كبير وقدير ولاعبين من طراز عال في الهلال. عشت لحظات حلوة وجميلة مع الهلال، ولا أنسى وقفة الجماهير الهلالية وراء الفريق حتى عندما كنا نقدم أداء متواضعا. شكرا للجميع لأن الإدارة كانت ملتفة حولنا. ومن الذكريات الجميلة مشوارنا في كأس آسيا والوصول للنهائي، وكنا قريبين من التتويج باللقب. كارلوس إدواردو أعرفه جيدا، وكان يلعب لنادي فلومينينزي، ولكن لم أشاهده منذ فترة. هو لاعب جيد بالتأكيد. عرفت أنه أحرز هدفين وأنا سعيد جدا بنجاحه وأتمنى له التوفيق. أعتقد أن إدواردو محظوظ باللعب للهلال، لأنه سيجد نفسه محاطا بنخبة من اللاعبين الجادين، وأتوقع أن يسجل المزيد من الأهداف في هذا الموسم مع الهلال. أغتنم الفرصة لكي أوجه تحياتي إلى رئيس النادي ولمسؤولي الهلال والجماهير الهلالية التي صفقت لي كثيرا، وإلى جميع اللاعبين، وأقول للجميع بأني أحمل أجمل الذكريات بعد المواسم ال3 التي قضيتها في المملكة مع الهلال.